ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض شويه قراقيش. لازم بنسقسق بقى في السقعه ديت، نقوم نفطر منهم او نتعشى منهم. هنعملهم بقى ساده او ممكن نعملهم بالعجوه زي ما انتوا عايزين. انا عملت الاتنين. حاجه كده يعني احلى من اللي بتجيبها من الفرن. طعمها حلو قوي، ريحتها كانت جايبه لاخر الدنيا. العجبة من جوه مستوية وحلوة خالص، طرية ما بتنشفش معايا في الفرن. انا شوف الطريقة اللي تخليها ما تنشفش معايا في الفرن. والقراقيش بتاعتها هتكون مقرمشة من بره كده وحلوة قوي من جوه. سهلة وبسيطة وما خدتش معانا مكونات كتير، واتعملت معانا بكل بساطة وبكل سهولة. هنقدمها بقى مع كوباية شاي كده بلبن او كوباية شاي سادة، وتقدميها بألف هنا وشفا إن شاء الله كل حبايبك. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف المقادير بتاعتنا ونشوف هتطلع معانا بالحلاوة والجمال ده ازاي، وازاي تكون هشة كده وفي نفس الوقت من جوه حلوة طرية بالشكل ده. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف الطريقة بتاعتنا. انا هشتغل على كيلو دقيق. معايا نص كوباية مية دافية، ما تكونش سخنة طبعا قوي، دافية. عليها معلقة سكر وباكو خميرة فورية. هنقلبه كويس كده ونسيبه بقى يختمر عشان نشوف الخميرة بتاعتنا. معايا كيلو دقيق انا نخلاه كويس، ضفت عليه 4 معلقة ملح، معلقتين كبار سمسم، باكو بوكنج باودر، معلقة سكر كبيرة. في عندي طبعا ريحة الكحك بس هي ما جاتش في اللقطة. هنحط منها معلقة. هنقلب كله على بعضه بالشكل ده. ومعايا كوباية ونص سمنة على زيت، خليط كده على بعضه. ممكن تزودي لو حباها ناعمة شوية تزودي ربع كوباية كمان، بس انا حطيت كوباية ونص وكانت حلوة معايا قوي. السمنة طبعا بحرارة الغرفة، ما تكونش متلجة قوي ومش سخنة قوي برضو. هنزل بيها على الدقيق بتاعي كده بالشكل ده لحد بقى ما اشرب كل حبيبات الدقيق بالسمنة بتاعتي والزيت، تبقى عاملة كده بالشكل ده. خلاص هي كده حلوة معايا قوي. الخميرة بتاعتي بقى اختمرت. هضيفها بقى على العجينة بتاعتي، وانا ضفت بالظبط كوباية ونص مية كمان. طبعا الدقيق كله مش زي بعضه. هنعجنها كويس بقى بالشكل ده لحد ما تبقى معانا عجينة حلوة كده. هضيف بقى معلقة خل في الاخر كده، وهعجنها برضو في الدقيق كويس كده مع بعضها كده بالشكل ده. خلاص هي العجينة بتاعتي جاهزة بقى. هسيبها بس تريح 10 دقايق وبعد كده هنشتغل فيها على طول. على ما اجهز بس العجوه بتاعتي، الحشوه اللي احشي بيها ممكن تحشي بالملبن. طبعا ذوق حضراتكم طبعا. انا مش هرفعها على النار ولا حاجه، انا هعجنها كويس بايدي كده. هي تبقى ناشفه في الاول كده معاكي. هتحطي عليها معلقتين سمنه او زبده وتعجنيها بايدك. هتبصي تلاقيها هتطرى معاكي وهتبقى حلوه قوي ولينه زي ما حضراتكم شايفين كده. لو حابين تضيفوا عليها سمسم ممكن تضيفوا برضو. حابين تضيفوا عليها قرفة ممكن تضيفهم. بس انا حباها كده يعني سادة خالص. هجيب بقى كيس تلاجة هفرده بالشكل ده واحط عليه العجوة بتاعتي. هفردها بقى، هخليها رول حلو كده بالشكل دوت. طبعا كيسين التلاجة على بعض كده هيساعدوها في فردها، هتفرد معاكي بكل سهولة. احنا بقى هنركنها على جنب واقول لكم هنعمل بيها ايه. هنشتغل بقى في العجين بتاعنا. هطلع قطعة حلوة كبيرة برضو كده. هفردها كويس قوي كده قيمة نص سنتي، يعني ما تكونش اعلى من كده عشان ما تبقاش طبعا تخينة معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. انا هفرد قطعتين قد بعض بالظبط، هيبقوا بنفس المقاس اللي فردت بيه العجوة. العجوة دي عبارة عن نص كيلو بس، انا مش مكترة برضو لاني هعمل سادة. هعمل قرقيش سادة وقرقيش بالعجوة، وطبعا ذوق حضراتكم برضو زي ما حابين. انا فردت العجينه بالشكل ده، وعشان تبقى سهله معاكي طبعا هتقلبيها بالكيس على طول.
بالشكل دوت. وهحط برضو نفس العجينة بقى تاني، معايا عجينة تانية قد المقاس بالظبط برضو. السمك بتاعها برضو نص سنتي، متعليهاش عن كده. هحطها عليها بقى من فوق كده وهسويها بحيث ان هما كلهم يبقوا قد بعض. ولو في اي زيادات طبعا هنقطعها بالسكينة، مش هنرميها طبعا، احنا هنستعملها تاني بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. خلاص كده انا ظبطتها خالص. بضغط عليها بقى طبعا عشان العجوة تتماسك معاها وتبقى طبعا كلها حتة واحدة متساوية كده، حتة واحدة كلها. هشيل الزيادات كلها بقى من الاطراف عشان تبقى متساوية معايا، واقطعها بقى باي تقطيع انتوا حابينها، عايزاها عريضة عايزاها رفيعة، طبعا التقطيعة طبعا ذوق حضراتكم. التقطيعة دي كانت مناسبة معايا جدا. انا هقطعها، هي ماخدتش معايا وقت خالص، هي عملت معانا كمية كبيرة. الصاج طبعا مش مدهون، هنجيب بقى صاج حلو كده ونرص فيه او صينية اللي متوفر، وهرص كل بقى الكمية بتاعتي بالشكل ده. انا طبعا عاملة اللي بالعجوة لوحدها لانها لها طريقة تانية في السوا. طبعا احنا مع بعض كده لاخر الفيديو هقول لكم هنسويها ازاي. هنكمل بقى بقية المقادير بتاعتنا. بقية العجينة طبعا هفردها بالشكل ده وهعملها رول كده. الشكل ده بيطلع معاكي القرقوشة من جوه. جميلة جدا، جربيها وهتعجبك ان شاء الله. بعد ما بنعملها رول كده بنبططها كده بالشكل ده، نسويها بقى ونسوي الاطراف بتاعتها كده بايدينا، وبتفرد بقى معاكي، يعني بتطلع معاكي كمية حلوة مرة واحدة. قطعي التقطيعة اللي انت عايزاها. انا قطعتها بالطريقة دي برضو. هرصها بقى في الصاج بتاعي. هكمل كل الكمية بالشكل ده. الطريقة دي حلوة قوي، كلها تطلع بقى مقاسها واحد، متبقاش حتة مقاسها واحد. وفي نفس الوقت طريقة ان انت تفردي العجينة كده وتعمليها رول بتخلي لك القرقوشة من جوه هشة وحلوة قوي. بجد جربوا الطريقة دي تعجبكم قوي. انا خلصت الكمية كلها كده بالشكل ده. حبيت اللي انا عاملاها بالعجوة ديت، احط عليها كده شوية سمسم كده واعملها بايدي كده برضو عشان السمسم يمسك فيها. هبطط عليها شوية صغنانين كده بالشكل ده. هسيبها بقى تخمر معايا تلت ساعة كده، وبعد كده اشغل الفرن على درجة حرارة 180. وفي الرف الاوسط هحط القراقيش بتاعتي. القراقيش اللي بالعجوة طبعا هنحطها على نار عالية في الفرن كتير، ممكن العجوة تنشف فيها. واول ما تخش في السوا شوية 10 دقايق كده ونهدي النار شوية. اول ما تحمر من تحت هنشغل عليها الشواية من فوق ونطلعها نخرجها، هتطلع معانا بالجمال ده. بالنسبة بقى القراقيش اللي هي السادة براحتك خالص، هتسيبها في الفرن مفيش قلق عليها. هنحطها برضو في الرف الاوسط على درجة حرارة 180. نار حلوة متوسطة، ما نعليش قوي عليها برضو. وهتقعد معانا نص ساعة، هتاخد لون من تحت حلو. ولو انتي عندك الفرن المروحة هتاخد طبعا من تحت وفوق. لو ما كانش هتشغلي الشواية دقيقتين وهتديك اللون الحلو ده، وهتخرج معانا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفينها. العجوة طرية جدا مش ناشفة، والقرقوشة معانا حلوة وطعمها حلو وريحتها جايبة لاخر الدنيا. هنقدمها بقى مع كوباية شاي باللبن. حاجة حلوة كده على الفطار، عملناها في البيت بكل بساطة وما خدتش معانا حاجة خالص. لو عجبكم الفيديو وعجبكم الطريقة لايك وشير واشتراك في القناة. وشكرا لكل حبايبي اللي شرفوني في القناة جديد، وشكرا لكل متابعيني، وكل سنة وانتم طيبين. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة. بحبكم في الله.